1998 وما اتولدش وسط عيلة غنية ولا حاجة، كانت عيلته من الطبقة المتوسطة. وأول فيديو ليه كان سنة 2012 وهو عنده 13 سنة، وكان محتوى فيديوهاته اللي بيقدمها في الوقت ده عبارة عن ألعاب فيديو. وفي 2016 وصل عدد المشتركين عنده في القناة ل 130 ألف مشترك، ولما وصل للرقم ده قرر انه يسيب التعليم علشان يتفرغ لعمل الفيديوهات، لكن والدته رفضت، ونتيجة اصراره قرر انه يسيب البيت ويعيش لوحده. ومن هنا بدأ يكسب شهرة اكبر ويصنع فيديوهات اكتر، ومع زيادة شهرته بدأ انه يشترك في قنواته من 3 إلى 4 ملايين مشترك شهريا، وده كان هدفه من البداية. ومن هنا بدأ مستر بيست يفكر ازاي يستثمر كل جنيه يجيله، فبدأ يعمل سلسلة من مطاعم البرجر وحاجات تانية كتير. بس نيجي لموضوعنا وهو مستر بيست ارباحه فعلا كبيرة ولا لا؟ مستر بيست عنده 4 قنوات، واحدة للجيمنج وواحدة للتحديات وواحدة للرياكت وواحدة للأعمال الخيرية، واعلى واحدة فيهم عليها حوالي 308 مليون مشترك. الاستراتيجية اللي بيستخدمها مستر بيست